البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في هذا الفيديو. حبيباتي، اليوم جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده. وصفه الوريدات. هاد الوريدات يجيو لي سالي بالفيونداشي، يجيو بزاف بنان البنات. دونك تبعوا معايا الوصفه وتشوفوا كامل واش فيها. بسم الله. عندنا 500 غرام تاع فرينه، مغرفه كبيره تاع الخميره ومغرفه كبيره تاع السكر، ونخلطوها مليح كيما راكم تشوفوا هكذا. فوالا. لهم الملح، انا لهنايا درت 2 مغارف كيما هادوما كيما راكم تشوفوا، درت وحده وزدت درت 2 ماشي معمره بزاف، ونص باكي تاع لا ليفر. فوالا هكذا. وها بالماء دافي والحليب، انا درت نص كاس تاع الحليب وزدت عليه الماء، ويكونوا دافين بيان سور كيما قلت لكم. ونبداو نطمو في العجينه ديالنا غير بالعقل حتى تنطم منا. العجينه ديالي بعد ما طميتها ولازم تكون طريه، نخليها تريح واحد 10 دقائق ونعاود نولي ليها. وهكذا بعد ما وليت ليها خمرت لي كيما راكم تشوفوا، نزيد لها هذيك الزبده 80 غرام تاع زبده. فوالا هكذايا كيما راكم تشوفوا، وندخلها داخل العجينه ديالي. دخلتها، شوفوا كيفاش ولات العجينه ديالي بزاف خفيفه. دونك نخليها تخمر لي واحد نص ساعه ونبدا نخدم بها ان شاء الله. هنا نوري لكم كيفاش ندير الفيونداشي ديالي. دونك هنايا سكرفشت نص حبه تاع البصل، عندي فيونداشي وحبه تاع زروديه مسكرفته كيما راكم تشوفوا، وحبه تاع توم وقرفه فلفل كحل والملح وشويه تاع الزيت. لكم زدت لها حبه تاع زروديه مسكرفجه وحبه تاع الثوم، يولي لكم هذاك الفيونداشي واحد البنه. جربوها وقولوا لي. توجور كي ندير حاجه تاع صالي وندير فيها الفيونداشي، توجور ندير لها سنينه تاع الثوم وحبه تاع زروديه مسكرفجه. وفي لي زيبيس كما قلت لكم فلفل كحل والقرفه والملح. انا درت لهنايا 2 مغارف تاع الملح كيما هادوما هكذايا، وكل واحد كيفاش يحب الملح ديالو، وشويه تاع الزيت. فوالا. وهنا اني خلط فيهم كامل ونحطهم يطيبوا لي غير في نار قليله. هو الفيونداشي ديالي بعد ما طاب جبت الزيتون والفرماج باش نديرهم لداخل هذوك الوريدات. العجينه ديالي بعد ما خمرت لي كيما قلت لكم خليتها نص ساعه. هكذا ديروها حربوش طويل هكذا كيما راكم تشوفوا، استويوه مليح، ومن بعد بداو تقطعوا فيه باش يجيو على شكل كويرات ونقدروا نخدموا بهم، خير ما نقعدوا نجبدوا في هذيك العجينه كويرات منها. انا خير هكذا نديروا حربوش يجيني سهل ويجيو كامل مستويين هكذا كيما راكم تشوفوا. نسويهم مليح ونديرهم كويرات، نزيد نخليهم شويه يخمروا. ما تقدروش تعرفوا يا البنات شحال يتنفخوا. دونك من كل وحده انا هكذا كي تنفخوا لي من كل وحده نحيت منها شويه شويه شويه، وزيت درت واحد اخرين، يعني لاباط ديالكم تجي بزاف زاكيه الله يبارك. هادو 500 غرام ماشي ميم با كيلو تاع الفارينه، يجيكم كيما انا قعدوا لي يومين كلينا فطرنا بهم. دونك نهار الاول وزنا فطرنا بهم النهار الثاني. شوفوا حليتها دويره، وهنا راني بديت نقطع فيهم. دونك نقطع من الفوق ومن التحت، ومنه نقطع في الجناب هكذايا. نحكم الفيونداشي ديالي نديرو في الوسط، نستويوه مليح ونعمروها تاني. فوالا. ونزيد نجيب الفرomاج ديالي والزيتون بيان سور، لهنا كنت قطعته هكذا. نزيد له الزيتون ونزيد له هذيك الحبيبه تاع الفرماج هكذا، ونبدا نغلق فيها ونشكل فيها على شكل ورده. ونجيبوا هذاك الجنب الكبير هكذا. هنايا يا البنات غلقوها مليح مليح. دونك هذه هي القفله ديالكم الاولانيه، وزيدوا جيبوا هذاك الجنب اللي يجي صغير هكذا اقفلوه مليح مليح. دونك كل جنب تجيبوه اقفلوه مليح باش ما تنحللكمش بيان سور هكذايا.
هذاك الصغر تاني اللي مقابله، ونزيدو نجيبو هذاك الكبير، هي القفله الاخرانيه اللي نقفل بها الوريده ديالي. فوالا هكذايا، وبداو تزكموها مليح، يعني كيما راكم تشوفوا عينكم ميزانكم، وين تشوفوها معوجه روحوا زقموها. شويه يشدوا اليد، لازم نديروهم على بكري مي يجيو بنانو معمرين يعني ويشبحوا الطابله ديالكم. هي هنا بعد ما راني كملت الحبيبات تاوعي، راني وريت لكم وحده منهم، وهامليك بعد ما درت لهم البيض. فوالا بعد ما درت لهم البيض وزدت لهم هذيك المعدنوسه باش تشبعهم من الفوق. الوريدات ديالي بعد ما طابوا كيما راكم تشوفوا تحمروا من الفوق مليح، كي درت لهم هذاك البيض، يعني كانت اختي عاونتني فيهم، دارت لي هذاك البيض وهذاك المعدنوس، نقول يعطيك الصحه. حبيباتي رانا لحقنا لافات على فيديو ديالنا، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها خاطر ناجحه 100%. دونك ما تنسونيش في الابوني والجيم، ابوني في لاباج انستغرام انيسه زيبا، كنت هلاو لي بزاف لوحديكم. باي باي.